كتير من القصص اللي حوالينا بتكون من غير صوت، قصص وجع صامت محدش بيسمعه. النهاردة هنفتح مع بعض قصة من دول، قصة عن الوحدة وعن إزاي كلمة واحدة، مجرد كلمة، كان ممكن تغير كل حاجة. الجملة دي الحقيقة لمستني قوي. كان بيحاول يصطاد شوية راحة بال وسط الزحمة اللي في قلبه. تفتكروا كام واحد حوالينا بيحاول يعمل كده كل يوم؟ بيحارب عشان يلاقي لحظة هدوء وروحه تعبانة ومحدش واخد باله. طيب تعالوا نتخيل المشهد مع بعض. خلينا نقف للحظة فوق الكوبري ده ونشوف بعينينا إزاي العزلة ممكن تكون قاسية، إزاي ممكن تنهي حياة كانت لسه في أولها. بطل الحكاية بتاعتنا هو شاب بسيط جدا، شغال سواق، يعني واحد مننا زي أي حد بنقابله وإحنا ماشيين في الشارع كل يوم. عمره كان 35 سنة، يعني في عز شبابه، السن اللي المفروض بيكون مليان حياة وطموح وأحلام، والسن اللي المفروض الواحد يكون حواليه أهله وحبايبه. لكن في رقم تاني هو اللي بيحكم قصته، رقم صعب قوي: 15 سنة. 15 سنة ده مش مجرد رقم، ده عمر كامل من الوحدة. تخيلوا كده، 15 سنة الواحد فيهم بيواجه الدنيا دي كلها لوحده، لا سند ولا ظهر ولا حتى كتف تسند عليه وقت الشدة. المصدر هنا بيستخدم تعبير قاسي قوي بس حقيقي جدا، بيقول الوحدة نهشت فيه. عارفين يعني إيه؟ يعني كأنها وحش بياكل في روحه حتة حتة كل يوم. طيب، لما الوجع بيزيد عن حده طبيعي كل واحد فينا بيدور على مهرب، على حتة يهرب فيها من نفسه. هو كمان كان عنده مهرب، كان بيروح يصطاد، أو يمكن كان بيصطاد حاجة تانية خالص، كان بيصطاد راحة البال. المهرب بتاعه كان مكان وطقس معين، بيروح يقعد بالساعات على كوبري المظلات. ده كان عالمه اللي بيهرب له من وجعه. اللي يشوفه من بعيد يقول إيه؟ أكيد هيقول ده راجل غاوي صيد، جاي يقضي وقته ويصطاد له سمكتين. الموضوع يبان بسيط قوي من بره. لكن هل هو فعلا كان بيصطاد سمك؟ السؤال الأهم هو كان بيحاول يصطاد إيه بالظبط؟ الإجابة أبسط وأعمق من أي حاجة ممكن نتخيلها. كان بيصطاد راحة البال. كل اللي كان بيدور عليه وسط ضجة الدنيا والوجع اللي جواه هو مجرد لحظة هدوء، لحظة واحدة بس. لكن للأسف الحكايات مش دايما نهايتها سعيدة، وهنا القصة بتاخد منحنى صعب جدا. هنتكلم دلوقتي عن اللحظة اللي الوحدة فيها كسبت المعركة، عن وزن الصمت اللي محدش قدر يشيله معاه. بيجي وقت الحمل بيبقى أتقل من إن كتف واحد يقدر يشيله. ببساطة الوحدة والتعب النفسي كانوا أقوى منه، غلبوه. وهنا في جملة في المصدر بتلخص المأساة كلها، جملة توجع القلب بجد: السكوت كان أتقل من إنه يتحمله. متخيلين؟ إن الصمت نفسه بقى ليه وزن، ووزن تقيل بيهد الحيل. خلاص وصل لنقطة النهاية، ما بقاش قادر يواجه كل ده لوحده أكتر من كده. والنهاية كانت فيها مفارقة مؤلمة قوي. المكان اللي كان ملجأه الوحيد من الدنيا هو نفس المكان اللي قرر ينهي فيه رحلته معاها، من فوق نفس الكوبري. طيب، القصة دي ممكن تكون بتوجع، بس هي مش مجرد نهاية حزينة، هي كمان دعوة لينا كلنا عشان نتعلم درس مهم قوي، درس عن قوة الكلمة الطيبة. شوفوا المعادلة دي بسيطة وواضحة إزاي. الصمت وزنه كان تقيل لدرجة إنه ما قدرش يستحمله، وفي المقابل كلمة طيبة، كلمة واحدة، ممكن تكون سبب عشان الواحد يتمسك بالحياة. كتير بنفتكر إن عشان نساعد حد لازم نعمل حاجة كبيرة قوي، بس الحقيقة إن أبسط الحاجات هي اللي بتفرق. مجرد كلمة طيبة، سؤال صادق: عامل إيه؟ بجد. بالظبط كده، الأفعال الصغيرة قوي دي، لمسات التواصل الإنساني البسيطة، هي دي اللي ممكن تبقى طوق النجاة لشخص بيغرق في بحر الوحدة، هي دي اللي ممكن تخليه يقرر يكمل. وهنا بنوصل لزبدة الحكاية كلها، الرسالة الأساسية، رسالة بسيطة جدا ومباشرة: خلوا بالكم من بعض. دي مش مجرد نصيحة، دي مسؤولية. مسؤوليتنا كلنا إننا نبص حوالينا ونسمع الصمت اللي ورا الكلام، ونمد إيدينا قبل ما يفوت الأوان. عشان كده خلينا كلنا نسأل نفسنا السؤال ده: مين حوالينا ممكن يكون مستني كلمة واحدة بس؟ في الشغل، في البيت، بين صحابنا، مين الشخص اللي بيصارع لوحده في صمت؟ كلمة مننا النهاردة ممكن تكون هي كل الفرق.